طبعا. انا ايام ما كنت بلعب كورة شعرت برضه بنوع من يعني بنوع من الشهرة، ولو انها اقل بكثير من شهرة عمر. لكن اللي انا بحب ابينه هنا انه مهما الواحد اشتهر ومهما ارتفع، فما زال الإنسان بني آدم بيشعر وبيحس وله حياة خاصة، وله بيته، وله أولاده، وله أصدقائه، وله النادي اللي بينتمي إليه، وله الحتة اللي بيستريح فيها زيه زي أي بني آدم عادي في تصوري هذا. هذا لا يعني إن في بعض الناس لما بتشتهر بتنبذ أو بتهجر الحتة اللي كانت فيها أو الأصدقاء اللي كانوا بيعرفوهم، وده يمكن في تقديري يمكن بيبقى هروب، لأنه بيهرب من الحاجة اللي كانت بتفكره بوقت اللي هو ما كانش فيه مشهور. يعني إنما عمر يعني من بيت أساسا بيت ناس طيبين، ويعني في المدرسة كان مستواه كويس، وله أصدقاء يمكن أحسن من اللي عملهم بعد ما اشتهر. فيعني وكان مشهور هنا في مصر. يعني الشهرة خدها بالتدريج ومش فجائية، بحيث انها خلته يفقد التوازن. يعني فانا بعتقد يعني ان الانسان اللي بيشتهر وبعدين يفقد توازنه ده مش هو ده الانسان اللي ممكن ان الواحد يقول، لانه ده هيخليه باستمرار يتصرف تصرفات غلط، ونتيجة هذه التصرفات يمكن تكون سبب في انه يفقد شهرته اللي هو اكتسبها.